أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إخواني الكرام، أول أمر لنعلم أن الزواج سنة فطرية. الزواج سنة فطرية. الله عز وجل فطر في غريزة الرجل وفي غريزة المرأة الميل من الطرفين لكليهما. والله سبحانه وتعالى الذي غرز هذه الغريزة في عواطفنا وفي أبداننا جعل لنا سبيلا لنفرغ هذه العاطفة وهذه الغريزة، وجعلها عبادة من أعظم العبادات، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ألم يكن عليه وزر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تضع اللقمة في امرأتك. يعني هدول عرسان الله يحفظهم وآبائهم وإخوانهم، هلا لما بيرجع على البيت بده يتغدى ويتعشى يتذكر أنه النبي محمد سيد ولد آدم بأبي هو وأمي وروحي وأهلي وولدي، قال: وأن تضع اللقمة في امرأتك لك بها صدقة. فيطبق هذه السنة المحمدية. بتطبيقها لو كان بينك وبين زوجك شيء من خلاف يذهب. هذه السنن اليوم كثير من الناس ضيعها. طيب، أما بالنسبة لهذا العرس الجماعي فهو ولله الحمد وتوفيق الله تبارك وتعالى ما كنا نرى مثله في بلادنا. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في الجب. هل يقبل أحدنا أن يلقى في الجب؟ لكن الجب كان سببا ليكون في دار العزيز. كان في دار العزيز، ثم كان وجوده في دار العزيز مكرما منعما، يأكل ما يشاء ويفعل ما يشاء، كان سببا لدخوله السجن. ثم دخوله السجن كان سببا ليكون عزيز مصر. نحن بهذه البلاد خرجنا من بلادنا وجئنا إلى هذه البلاد الطيبة الطاهرة المباركة التي رأينا من أهلها جزاهم الله عنا كل خير كل خير. فيا أخواني، التهجير كان من أهم أسباب هذا الجمع بهؤلاء العرسان الطيبون المهجرون الذين كان كثير منهم ضمن المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا النصيرية والرافضة. كانوا مرابطين مجاهدين واليوم أصبحوا عرسان، وسيأتي منهم إن شاء الله من يحمل الراية ويجاهد في سبيل الله أعداء الله. لا بد أن نعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. حقيقة نحن نشكر أهلنا في الباب على حسن ضيافتهم وحسن معشرهم، ونشكر إخواننا الذين بذلوا من أموالهم وهي شقيقة الروح، بذلوها حتى نرى هؤلاء الشباب مسرورين. قسم مما تكلفوا فيه بعض إخوتنا وأهلنا جزاهم الله عنا كل خير، أرادوا أن ترتسم البسمة في وجوهنا ووجوه أبنائنا ووجوه بناتنا، فكان ما ترون. والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، فهو الذي قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، وأن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون خبير. أسأل الله تبارك وتعالى
أن يبارك لكل هؤلاء العرسان بعروساتهم وأن ينجب منهم الكثير الطيب. والله هذا المشهد الذي تراه أعينكم يقض مضاجع أعداء أمتنا. فكرونا نحن نجي هون ناكل بعضنا مشردين، شيء من الشام، شيء من حلب، شيء من حمص، شيء من دير الزور، شيء من حما، شيء من تدمر، شيء من الأرياف. ظنوا أننا سنأكل بعضنا، فإذا بنا الدين الله محمد رسول الله يجمعنا. وهذا الجمع جمعنا بهؤلاء الشباب الذين هم الدم الجديد الذي يسري في عروق أمتنا، وسيخرج منهم إن شاء الله الجيل الذي يحمل الراية. شوفوا حاطين الكوفية الفلسطينية. نحن الثورة السورية ثورة عظيمة جدا، ثورة المليون شهيد، ل14 مليون مشرد. مع ذلك نحمل هم فلسطين والقدس، كاتبين على الكوفية القدس لنا، لن نتخلى عن القدس لأنها مزرعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأنها قبلتنا الأولى. فنسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا هنا في هذه الصالة نصف الدنيا أن يجمعنا هناك في المسجد الأقصى، وأن يكرمنا بالحج إلى بيته الحرام، ونحن اليوم في أول أيام 10 ذي الحجة، أعظم أيام السنة. بارك الله بكم وبارك عليكم وجبر خواطركم، وجزاكم الله عنا كل خير على حسن استماعكم وتلبيتكم، والحمد لله رب العالمين.